السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلتكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي. أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء. الحذر الحذر، محتال ينتحل صفة موظف جامعي ينصب على الطلبة بطنجة مستعملا حيلة ماكرة. في واقعة مشينة عاشتها مدينة طنجة، تعرضت طالبة بجامعة عبد الملك السعدي لعملية نصب واحتيال متقنة نفذها شخص مجهول الهوية ادعى أنه موظف مسؤول عن المنح الدراسية بالجامعة، ما أسفر عن خسارة مالية كبيرة لعائلة الطالبة. ووفقا للشكاية التي رفعتها أسرة الضحية لوكيل الملك بطنجة، قام المحتال بالاتصال بالطالبة وأوهمها بأنه بإمكانه تسوية وضعية المنحة التي لم تتسلمها في السنة الماضية، وقد استخدم الحيلة لاستدراجها، مطالبا إياها بتزويده ببياناتها الشخصية ومعلومات الحساب البنكي للعائلة بحجة استكمال الإجراءات. وعلى إثر ذلك حصل المتهم على بيانات البطاقة البنكية لوالدها، واستغل رموز التأكيد التي وصلت إلى هاتفه ليتمكن من سحب مبلغ مالي قدره 3500 درهم من حساب العائلة. ولم تتوقف عمليات النصب عند الطالبة، فقد واصل المحتال محاولاته، حيث كرر الاتصال بها عدة مرات محاولا الإيقاع بأفراد من عائلتها وأصدقائها في نفس الفخ، إلا أن محاولاته اللاحقة باءت بالفشل. هذه الواقعة خلفت صدمة قوية لدى العائلة، حيث أبدوا استياءهم من استغلال حاجتهم الملحة للمنحة الدراسية.